انت في كهف الفسفور، دخلت هنا ازاي ومين معاك؟ مرحبا، كيفكم أصدقائي؟ اليوم سوف أصطحبكم معي إلى مغامرة جديدة من مغامرات الشاطر حسن في أعماق البحار. إيه ده يا فقاعة؟ إحنا فين؟ وإيه اللمعة اللي حوالينا دي؟ أنا حاسس بالخطر. انت في كهف الفسفور، دخلت هنا ازاي ومين معاك؟ أنا الشاطر حسن ومعايا صديقتي السمكة فقاعة، بس مش عارف راحت فين. أهلا بسمكة الهامور العملاقة. اهلا بيكم في كهف الفسفور. إيه ده يا فقاعة؟ دي سمكة عملاقة وشكلها قوي جدا. دي الهامور الكوني، كبيرة عيلة الهامور المشهورة بقنبلة الفسفور عشان قوية جدا وبتلمع في البحر زي النجوم. اهلا بك يا حسن، انا سمكة الهامور، بعيش بين الشعاب المرجانية والكهوف وفي البحر الاحمر والخليج، وبحب الاماكن اللي بستخبى فيها، ولما اخرج الكل بيحس بوجودي. عندكم أنواع مختلفة. أنا أعرف سمكة الناجل الأحمر المشهورة بنوجة، صديقتي السمكة صغيرة ولطيفة وجميلة. طبعا احنا انواعنا متعددة. انا الهامور الكوني، ضخم وكبير وعملاق، وفي الهامور الماربل او الرخامي عليه نقوش جميلة كأنه لوحة مرسومة، وفي كمان الهامور الشوكي عنده زعانف قوية تحميه من اي عدو. واخيرا الهامور الأحمر الملقبة بالناجل الأحمر، اشتهرت في الخليج وأغلى أنواع السمك المملكة السعودية ودول الخليج. يعني كل واحد فيكم له قوة خاصة زي الأبطال الخارقين. بالظبط يا حسن، وعشان كده الصيادين والعلماء أطلقوا عليه الهامور قنبلة الفسفور. طيب وإيه فايدتكم؟ لحمي غني بالبروتين وبيقوي العظام والعضلات، وفيه زيوت مفيدة للقلب والصحة. وأكيد في أضرار برضه. أيوة يا حسن، أكيد طبعا لازم يكون له أضرار. لو الصيادين يصطادوا السمك الصغير البحر بيختل التوازن البيئي بتاعه، ويكون كمان بعض الأنواع الكبيرة الضخمة ممكن تبقى ملوثة، عشان كده لازم الإنسان يكون حكيم. صح، شكرا يا قنبلة الفسفور على الدرس الجميل ده ومعلوماتك المفيدة. العلم هو الكنز الحقيقي، حافظوا عليه واشكروا ربنا انه كرم بني ادم وخلق حيوانات كلها بصفات وميزات مختلفة. وفعلا العلم هو الكنز الحقيقي. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان لما انزل فيديو تكونوا اول ناس تشوفوه.